عمرك سألت نفسك الحيوان بيحس بإيه وقت الذبح؟ وهل فعلا الحيوان ده بيتألم زي البقرة أو الجاموسة أو الخروف أو أي حيوان بيتذبح؟ خليك معايا وهتعرف حاجة هتدهشك. في جامعة في ألمانيا عملوا تجربة على البقر عشان يعرفوا هل بتحس بألم وقت الذبح الإسلامي ولا لأ. استخدموا جهاز اسمه EEG، وده بيقيس كهربة المخ، ومن خلاله يقدروا يعرفوا هل الحيوان بيحس بألم ولا فاقد الوعي. جهزوا البقرة وتم ذبحها على الطريقة الإسلامية. أول 3 ثواني مفيش أي تغير في كهربة المخ، يعني البقرة ما حسيتش بأي ألم خالص، سبحان الله. بعدها ب3 ثواني بالظبط فقدت الوعي تماما ودخلت في حالة شبه نوم بسبب اندفاع الدم السريع من مكان الذبح ووصول دم أقل للمخ. بعد 6 ثواني من الذبح كهربة المخ وقفت، يعني البقرة ماتت من غير ما تحس بأي ألم. وهنا السؤال اللي دايما بنسأله، هو احنا ليه بنتألم وبنتحسر وبنفتكر ان الحيوان بتعذب؟ الحقيقة ان الذبح الاسلامي الحلال بيعتمد على قطع الشرايين والأوردة والقصبة الهوائية والمريء من غير ما يفصل الراس، وده بيخلي الدم والأكسجين بنقطعه عن المخ بسرعة، فالحيوان بيدخل في غيبوبة ويفقد بعدها الإحساس في ثواني. وفي اللحظة دي المخ بيبعت إشارات للجسم بتخلي الدم يندفع بسرعة، وده بيساعد على تفريغ الجسم من الدم في وقت قصير جدا. وعشان كده الذبح على الطريقة الإسلامية هو أسرع وأرحم طريقة لتقليل ألم الحيوان. سبحان الله، رحمته حتى في الذبح. يا ريت ما تطلعش قبل ما تقول سبحان الله العظيم وبحمده.